لو بتحبي تعملي كل حاجة في البيت بجودة عالية وتكلفة أقل، يبقى الفيديو ده علشانك. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكاتشب البيتي بطريقة سهلة جدا ونتيجتها مضمونة. هنعمله بقوام مظبوط وبطعم رائع ولون يفتح النفس، بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. كاتشب اقتصادي وصحي بدون إضافة أي مواد حافظة. هقول لكم كل الأسرار والتفاصيل اللي تخلي الكاتشب يطلع معاكم مركز وناعم وطعمه خطير من أول مرة. ولو جربت تعملي الكاتشب في البيت بالطريقة دي مستحيل تشتريه من بره جاهز تاني. ولو أول مرة تشوفني يسعدني جدا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. في البداية يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنا هعمل معاكم دلوقتي كيلو من الطماطم، وأنا بجيب الطماطم بنقي الطماطم اللي تكون لونها محمر بزيادة وبتكون طرية شوية، يعني الطماطم مش جامدة عشان تبقى ملحمة ومفيهاش مية كتير. بنغسلها الأول كويس وبالسكينة وبنشيل الجزء اللي تحت الزهرة، وبنقسم كل واحدة على 4 علشان نتأكد إن الطماطم من جوه كده نضيفة ومفيهاش أي حاجة. أوقات كتير بنجيب الطماطم من برّه بنلاقيها سليمة وكويسة، وبنيجي نفتحها من جوّه بنلاقيها بايظة. باضيف على الطماطم قرن أو 2 من الشطة الحمرا، باضيف كمان قطعة من البنجر، والبنجر اللي معايا ده يا جماعة البنجر اللي إحنا مفرزينهم مع بعض. باضيف كمان نُص كوباية مَيّة، وهي كده هتتبخر معانا في التسوية. بارفعها على نار متوسطة، وباسيبها تستوي كده 10 دقايق. وزي ما قُلت لكم أهم حاجة إن إحنا نسويها على نار ما تكونش عالية، علشان الطماطم ما تلسعش منكم وتاخد أرضية. وبعد ما رفعت الطماطم على النار وسبتها 10 دقايق وبقى ده شكلها، باحضّر شفشق الخلاط أو الكبة علشان أضرب الطماطم وأنعّمها. بانزل بالطماطم اللي معايا كده في الكبة، وعلشان إحنا مسويين الطماطم مش تاخد غير لفة واحدة كده في الخلاط وهتبقى جاهزة معانا. والخطوة ديّة إحنا ممكن نعملها قبل ما نرفع الطماطم على النار ونسويها، يعني نجيب الطماطم ونضيف عليها بقية الإضافات ونحطها في شفشق الخلاط ونضربها ونصفيها ونكمل بقية الوصفة. بس لمّا بنعملها كده ما بنهدّرش منها كتير. وبالنسبة للإضافات اللي ضفناها مع الطماطم كانت إضافات طبيعية، يعني بالنسبة لقرنين الشطة بيدّي للكاتشب بقى التسوية طعم وريحة حلوة أوي، وممكن نستغنى عنه وتستبدليه بقرن فلفل أحمر لو أنت عايز الكاتشب بتاعك مش حار. وإضافة البنجر لتعزيز اللون، كلنا عارفين البنجر مفيد وصحي وفيه فيتامين د وحلو للأنيميا. ده غير بقى إنه هيخلي الكاتشب شكله حلو قوي ولونه يفتح النفس. ودلوقتي هجيب وصفة ضيقة جدا علشان أتخلص من القشور والبذور اللي في الطماطم، وفي نفس الحلة اللي سويت فيها الطماطم قبل كده. وهصفي الطماطم اللي سويت. أنا عايزة أخلي الطماطم بعد التصفية يبقى ناعم معايا خالص، عايزاه خليط خالي تماما من القشور والبذور بتاعة الطماطم والفلفل. وزي ما انتم شايفين كده لون الطماطم وقوامها بعد التصفية ممتاز، ونص كوباية مية ما أثرتش خالص عشان هي بخرت. الخطوة اللي بعد كده بضيف على خليط الطماطم نص كوباية سكر، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة توم باودر. هضيف كمان نص معلقة بصل باودر، ونص معلقة ملح. ودي كل التوابل اللي بتنضاف على الكاتشب، احنا مش هنضيف حاجة أكتر من كده، يعني مش هنضيف توابل تانية. بقلب التوابل كويس في خليط الطماطم وباخدها كده برفعها على النار، وفي الوقت ده بيكون شغلنا كله على نار هادية. وباسيبها 10 دقايق كمان على النار عشان لو فيها مية تتبخر، مع التقليب من فترة للتانية علشان الطماطم متلسعش مني أو تاخد أرضية. وخلي بالكم من طريقة تحضير الكاتشب، طريقة تحضيره سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت خالص، بس في كام خطوة كده لو عملناها صح بتفرق بعد كده في صلاحية الكاتشب. إن مثلا تقدري تحتفظي بيه ويقعد معاكي فترة طويلة من غير ما يبوظ منك أو يفسد. وبعد ما سبته 10 دقايق على النار بضيف عليه نص كوباية من الخل الأبيض. ودلوقتي شم أحلى وأجمل ريحة، ريحة كاتشب أكبر المصانع اللي بنشتريه من بره غالي. أول ما بنضيف الخل القوام واللون بيتغير، القوام بيتقل واللون بيغمق شوية. أما الريحة بقى فهي حكاية. وبعد إضافة الخل بسيبه يغلي كمان دقيقة، وممكن بعد مرور الدقيقة نطفي عليه ونعبيه ونستعمله، بس مش هيعيش معاكم كتير، يعني بالكتير كده يبقى يومين 3. بعد كده هيتغير ويبقى عامل زي صلصة الطماطم. علشان كده احنا هنضيف عليه نص معلقة نشا بتغير قوام الكاتشب خالص وبتخليه نفس قوام كاتشب المصانع. حضرت ربع كوباية مية وضفت عليها نص معلقة نشا، قلبت نشا كويس في المية ونزلت بيهم على الكاتشب مع التقليب المستمر علشان النشا ما تكتلش. واخر اضافة بضيفها على الكاتشب قبل ما اطفي عليه النار بثانية معلقة زيت، بقلبها كويس. بتدي للكاتشب لمعة حلوة قوي، يبقى زي كاتشب المصانع بالظبط. وعلى طول بطفي عليه وبرفعه من على النار، وبكده الكاتشب بقى جاهز معايا، لون وطعم وريحة وشكل يفتح النفس. نستخدمه مع البطاطس المحمرة أو السندوتشات أو بعض الأكلات الحلوة اللي بنحب جنبها كاتشب. من كيلو طماطم عملت كيلو من الكاتشب، زي كاتشب أكبر المصانع بالظبط وأحلى كمان.
وصفة اقتصادية جدا وسهلة، ومش مكلفة ومش بتاخد وقت خالص في تحضيرها، بس بنجيبها من بره بالغالي، ومش بتبقى بالجودة والنظافة ديت. في البداية كده أول ما بنطفي عليه النار بنحس إن قوام الكاتشب خفيف، وده بس عشان الكاتشب لسه سخن. وبعد ما نسيبه شوية ويبرد خالص بنلاقي قوام الكاتشب طوله بقى مظبوط. وبالنسبة لطريقة حفظ الكاتشب، لو احنا عاملين كمية كبيرة هنحطها في برطمان ازاز وهو سخن لسه، يعني قبل ما يبرد واحنا لسه طافين عليه النار. وغطي البرطمان واقفله كويس. وعند الاستخدام اما اجي افتح غطا البرطمان هيديه تكة الامان، عشان احنا كده نعتبر عملنا عملية بسطرة لبرطمان الكاتشب. ونقدر نحتفظ بالبرطمان مدة ما تقلش عن 5 شهور مقفول زي ما هو. وعند الاستخدام البرطمان اللي بفتحه بيفضل معايا صلاح الاستخدام اكتر من شهر، وفي كل الاحوال بنحتفظ بيه في التلاجة. حبايب قلبي اعملوا الكاتشب بنفس الطريقة وبنفس المقادير، وإن شاء الله يطلع معاكم أحسن وأوفر من الجاهز. ومش هتشتروا الكاتشب الجاهز من برا تاني. وتسلم إيديكم وعينكم مقدما، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ولو لسه مكملين معايا لحد هنا والفيديو عجبكم واستفدتوا مني ولو بمعلومة بسيطة، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وأشوفكم بخير الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.